السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل البقلاوة التركي بطريقة جديدة وسهلة، وكمان مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. نسمع بقى كده القرمش الأول. سامعين بقى الصوت؟ مقرمشة وناعمة، وعايزة اقول لكم بتدوب كده في البق دوبان. بكوبايتين دقيق وكوباية سكر هتعملي صينية بقلاوة تركي عظمة. بعد الفيديو ده هتبقي أستاذة في عمايل البقلاوة. كمان ينفع قوي تعمليها مشروع في رمضان وتكسبي منه ذهب. لو جربتوها هتنسوا تشتروا الجلاش. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. وصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، واعملوا شير كتير للفيديو علشان غيركم يستفيد، وما تنسوش تشتركوا في القناة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة هنبدأ بيها هتكون الشربات. أنا هعمل صينيتين، يعني هضاعف المقدار. تمام. هحتاج لكوبايتين من السكر، كوبايتين من المية، وعصرة نص ليمونة كبيرة. هقلب المية مع السكر مع الليمون كويس، وهرفعهم على نار عالية لمدة 5 دقايق لحد الغليان. فأول ما يغلوا هبدأ أهدي النار، وهسيب الشربات على نار متوسطة لمدة 10 دقايق. بعد كده بطفي عليه وهسيبه بقى لما يبرد تماما. أنا محتاجة شربات يكون تقيل وبارد. تعالوا بقى نبدأ نعمل العجينة. في وعاء عميق كده هبدأ أنزل بكوباية من اللبن أو الحليب. أنا مخرجاه من التلاجة يا جماعة، اللبن يكون بارد ما يكونش دافي ولا حاجة. كوباية من اللبن، عندي نص كوباية من المية، تلت كوباية من الزيت. معايا كمان معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وعندي ربع معلقة صغيرة من الملح. هضيف كمان معلقة صغيرة من عسل النحل لو موجودة. لو مش موجودة هنستبدلها بمعلقة صغيرة من السكر. نزلت كمان بمعلقة صغيرة من الخل. بس كده دي المكونات بتاعتنا. هنبدأ بقى نقلب كده كل المكونات السايلة مع بعضها. وهنبدأ بقى ننزل بالدقيق. أنا مجهزة 4 كوبايات من الدقيق. هنزل كوباية ورا كوباية، والكوباية الخامسة هبدأ أنزل بيها بالتدريج. تمام كده. مقدار الدقيق طبعا هيختلف على حسب نوعية الدقيق. أنا مستخدمة دقيق متعدد الاستخدامات. نزلت كده بتاني كوباية، وكمان تالت كوباية، ونزلنا كمان بالكوباية الرابعة. وهبدأ بقى ألم بقى كده في العجينة. هجهز الكوباية الخامسة والكوباية الخامسة. هبدأ بقى أنزل بالتدريج، يعني معلقة كده من الدقيق بمعلقة من الدقيق، علشان العجينة ما تنشفش منك قوي. هبدأ أنزل بقى كده بالدقيق على مراحل، وهبدأ أعجن بقى كويس. تمام. اول بقى اما احس ان العجينه لمت كده خلاص، والطبق اللي انا بعجن فيه نضف بالشكل ده، انا محتاجه العجينه تكون عجينه ناشفه ما يكونش فيها اي تلزيقه. يعني اخدت كده بالظبط في حدود 5 كوبايات الا ربع. تمام. هبدا بقى اقسم العجينه كده على جزئين بالشكل ده، يكونوا متساويين. تمام قوي. في كيس بقى بلاستيك، وهبدأ احط بقى القطعتين بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهسيبهم كده على رخامة المطبخ لمدة بس 10 دقايق مش اكتر. بعد 10 دقايق بقى هبدأ اخد اول جزء كده من العجينة، وعلى الرخامة، طبعا الرخامة تكون مغسولة كده ونظيفة، وهبدأ انزل برشة من النشا. طبعا شغلنا هنا كله هيكون بالنشا. هبدأ ارش كده نشا فوق وتحت وبالفرادة، وهنبدأ بقى نفرد طول وعرض. انا محتاجة افرد كده مستطيل. انا عملت معاكم البقلاوة قبل كده، وعملتها بطريقة مختلفة خالص، يعني بطريقة فرد مختلفة، وكمان بمقادير مختلفة عن المقادير بتاعة النهاردة. واللهم بارك، حققت نسبة مشاهدات عالية. عايزة اقول لكم كمان ان طريقة الفرد بتاعة النهاردة اسهل من الطريقة اللي قبل كده بكتير، يعني اي حد هيقدر يعملها. هسيب لكم لينك الفيديو في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، وكمان هسيب لكم الفيديو في شاشة النهاية في آخر الفيديو. تعالوا بقى نرجع كده للعجينة بتاعتنا. أخدنا جزء العجين وفردناه، عملناه كده على مستطيل، يعني في حدود 20 في 30 أو 30 في 40 على حسب ما تقدري تفردي. قسمت المستطيل ل4 أجزاء متساويين. تمام. هبدأ بقى كده اخد كل قطعة على القطعة اللي قصتها، وهطبقهم على بعض، ولازم احط في الوسط نشا. اهم حاجه يا جماعه النشا، يعني ما نزودش قوي في النشا علشان العجينه ما تقطعش مننا، وكمان ما نقللش علشان العجين ما يلزقش في بعضه. تمام كده. يبقى بطبق كل جزء على الجزء التاني، وكمان برش في النص نشا. تمام كده. هبدأ بقى هغطيها برضو جوه الكيس عشان ترتاح،
وهبدأ اجهز التانية. بعد بقى ما فردت الجزء التاني بالشكل ده، هبدأ اخد اول جزء عملته وهنبدأ بقى نفرده. برضو برش رشة كده من النشا حلوة على الرخامة، وهبدأ بقى اكسر كده في العجين الاول بالفرادة، وهبدأ اكسر كده بالراحة الاول، وبعد كده بقى هنبدأ برضو نفرد طول وعرض عشان العجينة ارتاحت ربع ساعة فهتفرد معانا بسهولة. هبدأ افرد بقى طول بعرض بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا محتاجة المرة دي المستطيل يكون بالظبط 30 في 40. تمام، ما نبالغش هنا بقى قوي في الفرد علشان ما يقطعش. تمام كده. طبعا كل ما فردت كتير ورقاتي في العجينة هتبدأ تقطع منك. عايزة بس اوريكم ان الطبقات ما شاء الله ما هيش ملزقة في بعضها خالص. بصوا، احلى من ورق الجلاش. هبدأ بقى اسوي بقى الاطراف بالشكل ده، وهنبدأ معايا مسيحة معلقة كده من الزبدة او حتى معلقة من السمنة، وبالفرشة هبدأ اوزع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنبدأ بقى نحط الحشوة بتاعتنا. طبعا الحشوة اللي انت عايزاها. محتاجة تحشي مكسرات هتحشي مكسرات. انا النهاردة هحشيها كنافة. جبت الكنافة بيتها ليلة في الفريزر، وتاني يوم اخدتها فتتها كده بايديا وفردتها على صينية ودخلتها الفرن من غير اي مادة دهنية. كل دقيقتين تلاتة كده ببدأ اخرجها واقلبها تقليبة لحد ما وصلت معايا للون ده. انا مش محتاجة لون الكنافة يكون غامق، انا عايزة لون الكنافة يكون اول درجات اللون الذهبي كده، علشان لسه لونها هيغمق درجة جوه البقلاوة. تعالوا هنا بقى نرجع للعجينة بتاعتنا. انا هنا قست 3 صوابع من طول المستطيل وطبقته على بعضه مرتين. التطبيقة المرتين دي هتديني 3 طبقات. تمام. وبدأت بقى اقفل كده على الحشوة واضغط بصبعي لحد الاخر علشان خاطر الحشوة ما تخرجش. هنا بقى هنبدأ نشكل بأي كوباية موجودة عندك، او لو عندك القطاعات بتاعت السابليه موجود طبعا منها السادة وفي كمان المجسم زي الشكل اللي انا هشتغل بيه ده. حسيت ان شكله هيبقى حلو، فهبدأ كده اقطع على شكل هلال. طبعا شكل الهلال هيكون ظاهر معاكي اكتر لو هتستخدمي كوباية. تمام. هبدأ بقى اقطع بقى بالشكل ده، وهنبدأ نرص في الصينية. الصينية اللي معايا دي صينية مقاس 30 كنت مسيحة فيها السمنة. هنبدأ بقى نرص بالشكل ده، وطبعا ما نخليش القطع بتاعتنا تكون لازقة في بعضها، يعني نسيب مساحة كده، يعني لو حتى نص سنتي. اهم حاجة ما يكونوش ملزقين في بعض علشان في النهاية بعد التسوية يبقى شكلهم حلو. تمام كده. طبعا البقلاوة لها اشكال كتيرة هنبقى نعملها كلها مع بعض ان شاء الله. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا من الفيديو اوعوا تكونوا نسيتوا تحطوا اللايك. حطوا اللايك بالله عليكم، علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي اليوتيوب يقترحه ويوصله لأكبر عدد من الناس. خلاص خلصنا كده الصينية بتاعتنا القمر دي. عايزة اقول لكم يعني ما شاء الله الصينية مقاسها كبير. خلصنا كده، ومعايا هنا كوباية سمنة على زيت، وممكن يكون سمنة بس لكن ما ينفعش تكون زيت بس. تمام كده. هاخد منها قد ايه؟ هاخد منها نصها بس، يعني الصينية عليها نص كوباية سمنة سايحة بس. دخلتها هنا طبعا فرن سخن مسبقا. درجة الحرارة بتكون متوسطة، يعني 160 170 مش اكتر من كده على الرف الوسطاني. تاخد معايا قد ايه؟ تاخد معايا 45 دقيقة. النار بتكون من تحت بس. هنا بقى كنت جهزت الصينية التانية بنفس الطريقة ونفس الخطوات بالظبط، بس بدل ما نقطعها بأشكال قطعتها كده بالسكينة على شكل سمبوكسات زي ما انتوا شايفين. بس كده هنخرج بقى أول صينية وندخل دي وراها على طول. تعالوا بقى هنا معانا ده الشربات. طبعا بعد ما برد خالص، بصوا بقى الجمال. محتاجين الشربات يكون تقيل وبارد. مقادير الشربات دي احفظيها لرمضان، هتنفعك في كل أنواع الحلويات الشرقية. تعالوا هنا بقى بعد ما خرجنا البقلاوة القمر بتاعتنا من الفرن، هنبدأ بقى نسقيها بالشربات. طبعا هنا احنا مش بنكتر شربات ابدا. مقدار الشربات اللي انا عاملاه هيكفي الصينيتين. بصوا بقى الجمال. بصوا تحفة يا جماعة بجد. البقلاوة ناعمة ومقرمشة والطبقات واضحة زي ما انتوا شايفين، سامعين كمان صوت القرمشة. تحفة بجد، جربوها مش هتبطلوا تعملوها ابدا. هتنسوا بجد تشتروا الجلاش. بصوا بقى الجمال. شايفين الرقات؟ الشكل ده كمان بجد تحفة. اهم حاجة التسوية المظبوطة، علشان البقلاوة بتاخد وقت طويل شوية في التسوية بعكس الجلاش خالص، لان ده يعني طبقات عجين وطبقات كتيرة كمان، فلازم تاخد وقت كويس اوي في التسوية. شايفين كمان القعر بتاع البقلاوة؟ التسوية لازم تكون مظبوطة عشان ما يبقاش يعني واخدة لون كده من فوق ومن تحت، والطبقات اللي في النص تكون نية.
بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. كل المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف وبشوفوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير أول الفيديو، وكمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.